ازيكم يا جماعة؟ في امبارح حصلت حادثة في البارون، وانا كنت من الناس اللي كانت رايحة الايفنت دي. حصل لي ظرف فما عرفتش اروح، وكنت متضايقة ان انا مش رايحة، بس حسيت اللي هو خلاص يعني انا مفيش حاجة ايدي اقدر اعملها. بعدين عرفت ليه انا كانش لازم اروح. انا مش بتكلم على الفيديو ده عشان اتكلم على امبارح، بس بتكلم على قد ايه ان في حاجات كتيرة قوي كان نفسها ان هي تحصل وهي فيها شر لينا، وربنا بيبعدها عننا علشان هي مش حلوة لينا. وممكن ده يبقى مواقف، ممكن يبقى شغلانات، ممكن يبقوا أشخاص، ممكن تبقى حاجات كتير قوي كان نفسنا ان هي تحصل، بس هي ما حصلتش في التايمينج بتاعنا، عشان ربنا شايف ان احنا مش لسه ريدي، او دول مش حاجات حلوة لينا. بس مشكلة في ايه؟ مشكلة واحنا في عز الموقف الوحش ده بنقعد نفكر، هو انا ليه بيحصل لي كل حاجة وحشة؟ هو انا ليه مش بيحصل لي حاجات حلوه زي الناس التانية؟ هو انا ليه مش كل حاجه ببقى عايزه بتجيلي؟ وبيبقى في نوع من ال ungratefulness ونوع من عدم الصبر. ففيديو النهارده ده مش بقول لكم ان كل حاجه وحشه أو كل حاجه بتحصل لنا هي خير لينا، بس فيديو بيتكلم عن ازاي واحنا within the storm، واحنا في جوه العاصفه، نصبر نفسنا ان في حاجة تانية احلى هتحصل، او ده الخير لينا. لو اول مرة تشوفوني، انا ميارة دوان، بعمل فيديوز على فامينين انرجي والصحة النفسية، بوك ريفيوز. فلو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب، لو تاني مرة تشوفوني فويلكم باك. ومتنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام علشان انا بعمل كونتنت مختلف تماما على الانستجرام. ابدا ازاي اصبر نفسي لحد ما افهم السبب؟ اول حاجة، مش لازم تفهم وانت جوه العاصفة. وانت جوه العاصفة بتبقى مليان مشاعر متلخبطة وحزن وأسى وحاجات غريبة كتير قوي بتحصل، فانا مش لازم افهم دلوقتي. اخد الفترة دي ان انا بس احس بالمشاعر اللي انا حاسسها، واعدي اليوم بيومه. انا اكتر الناس اللي بيحصل لها تخبطات في الحياة، يعني اصحاب ما بيطلعلوش احسن حاجة، آه، بخش في حاجات مش بتاعتي، وبخسر ناس انا كنت فاكرة ان انا مش هخسرهم للابد. وبعد كده later on باكتشف ان ده الخير، مش عشان دول ناس وحشة، عشان بس نفهم، عشان هم مش حلوين ليا. في كلمة كده بتقول are good people but they're not perfect for me. او they're perfect but they're not good for me، يعني هم حلوين لنفسهم، بس لما بيتحطوا معايا في نفس الايكويجن ما بنبقاش ناس حلوة، وده عادي بيحصل. بس فكرة بقى ان احنا بنتعلق بحاجات، او بنتعلق ب... بأشخاص، او بنتعلق بوظائف، او بنتعلق بأحلام it's not meant for us، حاجة تضايق. ومش حاجة سهلة، ومش كلنا بنتخطى المواضيع دي، بس مش لازم تفهم في الوقت اللي انت بتمر بكل المشاعر دي تفهم ليه بيحصل لك ده. في سنة من سنين الجامعة كانت من أصعب سنين الجامعة دراسيا بقى ومعنويا ونفسيا، وكنت يعني في قمة الديبرسيف ابسود في مواقف حصلت لي كتير قوي في السنة دي، وكنت مش عارفة أعدي ازاي. وكان بيجي لنا امتحانات يا جماعة أصعب، استغفر الله العظيم، كانت بتبقى صعبة جدا. فأنا ما عنديش اوبشن إن أنا أبقى ان emotional state مش حلوة، وفي نفس الوقت انا لازم اذاكر ومش عارفه اذاكر. فما ينفعش وانا في الميدل اوف ذا ستورم افكر في كمان 10 سنين هعمل ايه. انا محتاجه اعدي اليوم بيومه، اسال نفسي انا في اليوم النهارده محتاجه اعمل ايه عشان اسرفايف. محتاجه اذاكر ساعه، خلاص اوكي هذاكر الساعه دي، وبعدين بعديها بقى نشوف هنعمل ايه. ما ينفعش افكر في مليون حاجه، ما ينفعش افكر في المستقبل ان it's gonna be very overwhelming، especially بقى لو انت في relationship والريليشن شيب دي فشلت. انا عارفه بيبقى فيه كميه pain مش طبيعيه، وconfusion وanger، ومش فاهمه اي حاجه، وفي نفس الوقت انت في امتحانات وعايزه تذاكري وعايزه تنجحي، فانت مش عارفه تعملي ايه. فتيك one step at time، شوفي النهارده انت محتاجه تعملي ايه واعملي البلان للنهارده. ما تفكريش في بكره. لو فكرتي في بكره، لو فكرتي في بكره هتبقي overwhelmed قوي وهتتعبي نفسيا أكتر. برضو من الحاجات اللي بتهون عليا الدنيا شويه لما ابقى في خسائر مثلا، آه هو اكيد مش ده اول موقف عدى وحش علينا، اكيد قبل كده عدى علينا حاجات وحشه، اكيد وعدينا صح وبقينا احسن. هو احنا ما بنبقاش completely احسن في يوم وليله، وكمان بنفتكر اللحظات الأليمة دي، بس بنعدي. فصبري نفسك ان زي ما اللي فات عدى ده كمان هيعدي. وزي ما قلت لكم قبل كده الايموشنال ريجليشن، ان انت تطلعي ورقه وقلم وتكتبي مشاعرك وتعبري عنها من غير فلتر، ده بيساعدك ان انت تحسي مشاعرك، وان انت تصبري شويه في الفتره دي. وانا عارفه ان مثلا لو انت في وقت امتحانات وتمري بظرف صعب،
لازم تباني قوية عشان تعرفي تعدّي especially لو مثلًا اللي حواليكِ مش ناس supportive أوي، فما ينفعش تبيّني إن في حاجة. لو أزم الأمر اقعدي في الأوضة وعيّطي، ما هو إحنا كتمة المشاعر دي مش حاجة حلوة ومش حاجة صحية، فلازم نعبّر عن مشاعرنا، أو شوفي صحابِك القريبين اللي أنتِ بتثقي فيهم عبّري لهم عن مشاعرِك وعيّطي، ما تعيّطي إيه المشكلة يعني؟ يعني بني آدمين يا جماعة، بني آدمين ومن حقنا نعبّر عن مشاعرنا أيًا كانت عاملة إزاي، وغلط إن إحنا نكتمها especially في الفترة دي اللي أنتِ بتحاولي تفهمي هو كل ده بيحصل ليه. في practical way كده، حاجة practical بنستخدمها لمّا يكون عندنا anxiety، بس إحنا هنستخدمها برضه لمّا يكون عندنا حزن. إيه بقى الحاجة اللي إحنا ممكن نعملها دي؟ إن إحنا اسمها 5، 4، 3، 2، 1. هنعمل إيه؟ تبُصي حواليكِ وتشوفي 5 حاجات أنتِ شايفاهم، 4 حاجات تقدري تلمسيهم، 3 حاجات تقدري تسمعيهم، حاجتين تقدري تشميهم، وحاجة تقدري تتذوقيها. مثلًا لو أنتِ قاعدة في الأوضة شوفي 5 حاجات تقدري تشوفيها. آآ أنا شايفة اللمبة، شايفة السرير، شايفة المكتب، شايفة مش عارفة إيه، 5 حاجات. ده بيخلّي your mind more present in the moment، فبيقلل الحزن وبيقلل الanxiety لو عندِك كمان anxiety. شوية exercise كده للتنفس، خدي نفسِك من بطنِك واكتميه، وبعدين طلعيه بالراحة وكرري الموضوع ده 3 دقايق. ده بيريجليت شوية الnervous system بتاعنا. من الحاجات اللي كنت باعملها وكانت بتهون عليا شوية إن أنا كان عندي gratitude book، باكتب كل يوم حاجة حلوة حصلت لي. كل شوية اسألي نفسك أنتِ محتاجة إيه دلوقتي؟ محتاجة تاكلي؟ محتاجة تنامي؟ محتاجة تطبطبي على نفسك؟ محتاجة تخرجي؟ اسمعي لنفسك، ما تبقاش أنتِ والزمن على نفسك. أنا بجد جملة باقولها، بلاش أنتِ والزمن تكوني على نفسك. خلاص اللي حصل حصل، وإن شاء الله هيبقى فيه خير، وهو خير، بس أنتِ مش عارفة دلوقتي، ومش عارفة إيه الدرس اللي مستوعبينه من الموضوع ده. ف take your time. So أنا عارفة إن إحنا within the storm. يعني أنا شخص بيكتئب جدًا، ولمّا بيكتئب ولا بياكل ولا ما بيعملش غير بينام، وباقفل على نفسي وبisolate، وبعد كده أطلع بقى للدنيا أشوف الدنيا فيها إيه. بس أنا من الشخصيات اللي عدّى بيها حاجات كتيرة أوي، وحابة أقول لِك إن كل حاجة بتحصل لسبب فعلًا، ومش هتعرفي السبب ده غير قدّام. مش هتعرفي ليه الشخصية الفلانية دي سابتِك غير قدّام، ومش هتعرفي ليه أنتِ وصحابِك ما كمّلتوش عشان هُم ما كانوش خير ليكِ، بس ده هتعرفيه قدّام. وهتعرفي ليه ما دخلتيش الكلية اللي أنتِ عايزاها عشان هي كانتش هتساعدِك في المستقبل اللي أنتِ فعلًا كنتِ عايزاه، بس هتعرفي ده كمان قدّام. وهتعرفي إن ممكن لمّا دخلتِ الكلية اللي أنتِ مش عايزاها تعرفي ناس هيفرقوا معاكِ في حياتِك جدًا، أو هيعلموكِ دروس صعبة جدًا، بس هيبقى ده الخير، وده اللي هيساعدِك إنِّك تكبري وتبقي شخصية قوية، شخصية عندِك طموح وأهداف، وهيساعدِك إن أنتِ تبقي الشخص اللي أنتِ نِفْسِك تبقيه. هل الدنيا سهلة؟ لأ. هل الدنيا صعبة؟ برضه لأ. بس الدنيا زي ما أختي قالت لي مواسم، موسم تتعلمي فيه، موسم تزدهري فيه، موسم you just slow down، ما تعمليش أي حاجة. فمحتاجين نبطل نبقى in rush، وناخد كل حاجة بالراحة، وزي ما تيجي تيجي. انت عليكي السعي، والريزلتس دي بتاعت ربنا. جت ما جتش، انت عملتي اللي عليكي. وده كان الفيديو بتاع النهارده. فلو عجبكم الفيديو بتاع النهارده متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لليوتيوب شانل، واعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا اكونت. هسيب لكم اللينك تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي.